الخميرة الخبز هذا المخمر بالخميرة البلدية 600 ضعف أحسن من نبتة القمح فيما يخص الفيتامينات، وفي أشياء لا توجد لا في نبتة القمح ولا في أي مادة غذائية. هذا مع الأسف هذا المشكل ديال السمنة بسيط جدا. مشكل السمنة، هناك نساء ضروري ثلاثة الأشياء: زولوا السكر واللحوم، اللحوم الدجاج والبيبي والغنمي والبقري والمعزي، اللحوم باش ما نضلوش الناس. يزولوا السكر واللحوم وتخمر يعني القمح كامل بالنخاله بالخميره البلديه، الوزن ديالهم اصبح جيد. حيت غالبيه النساء تيقول لك بان الخبز كيغلظهم. لا، الخميره البلديه كيرقق. جيد. هو عكس تماما. هذا علم. هذا علم. هذه بشرى للنساء انهم يخمروا بالخميره البلديه وما غاتكونش عندهم سمنه. هذا الخميره البلديه هي فيها حمض اللاكتيك. حمض اللاكتيك يطهر الجهاز الهضمي. البكتيريا اللبنيه الموجودة في الخميرة البلدية هي تريح الجهاز الهضمي، هي تنشط خلايا القولون، وهي يعني لا يمكن أن يكون غاز في الأمعاء لما يستهلك الناس هذا الخبز البلدي. ولكن مع الأسف الشديد الناس بداو كيخلطوا، فهمتي، يعني كيخلط المقليات والحلويات، يقول لك أنا كندير زيت زيتون وأنا كندير الخميرة البلدية، لكن في نفس الوقت الحلويات والمقليات. الخميرة البلدية كانوا الناس كيربيوها. معنى كيربيوها كيفاش كيربيوها؟ ملي كتعجن كتخلي واحد القطعة ديال العجينة، غير هي ما خصهاش تخلي قطعه صغيره، خصها تخلي نص كيلو ديال العجينه، خصها تخلي كميه كبيره باش تخمر في الخميره اللي جايه. العجين المقبل يخمر دغيا، يخمر بسرعه. اما ملي كتخمر تخلي غير شويه، واحد كميه ديال 50 غرام ولا 100 غرام، ما كتخمرش بسرعه. كاين هناك العديد من الطرق اللي طبعا باش نصنعوا هذه الخميره. لا، انا كنهضر على الخميره موجوده. ملي كتوجد، ملي كتعجن المراه خاصها تخلي كميه كبيره. والمشكل دكتور كيفاش الاعداد ديالها؟ راه الله سبحانه وتعالى خلق الخمائر والبكتيريا اللبنيه في النشويات. تخلط الشعير مع القمح، ولا غير القمح بالنخاله، ولا غير الشعير مع الماء، تعجنوا بالماء تخلطوا وتخليه تيحماض وتخمر به فقط. الا زادت بغات تسرعوا، بغات داك الشيء يجيب يعني بسرعه، زيد معاه اي حاجه حلوه، مع التمر، التفاح، الليمون، حتى اللبن. الناس كانوا كيحيوها باللبن، كانوا كيديروا كاس ديال اللبن ويعجنوا العجين وكيزيدوا كاس ديال اللبن ويدلكوا العجينه مزيان وخليوها تتخمر. خليوها مثلا 24 ساعه. لان اللبن البلدي هو فيه خمائر وفيه بكتيريا لبنيه وفيه خمائر. الا ما كانش تزيد الزبيب، تزيد الشريحه، تزيد التمر، تزيد التفاح، تزيد اي حاجه حلوه، غير شي حاجه بسيطه كتدقها ولا تخلطها مع العجينه تكون حلوه، وتخمر هذيك الدقيق تخليه تيحماض. وملي بان هذيك ذبابه الخل، داك الناموس دروزوفيلا، ملي كيبان لها واحد الناموس فوق الخميره تجمع عليها، صافي تعرف بان راه وجدت، راه ولات حامضه. لان هذاك الحمض الاسيتيك اللي كيخرج من الخميره البلديه هو اللي كيجر هذيك الرائحه. نعم، الرائحه ديالها حامضه، راه غادا تلقاها حامضه. وملي تعجن تخلي واحد الكميه كبيره وتردها للدقيق، يعني تغبرها في الدقيق. نعم، تغبرها في الدقيق باش تعجن بها المره الجايه. صافي فقط، ما ديرها لا في الثلاجه لا في الفريزر. نعم، يعني سهله وبس. خليها في الدقيق. النساء كانت عندهم ثقافه غذائيه جيده، كانوا كيعرفوا واش ياكلوا مع العشيه، واش ياكلوا مع الصباح، واش يوجدوا للدرهم، ملي كيكونوا مزروبات اش يديروا، ملي يكون عندهم ضيافه اش يديروا، ملي كيجي ضيف بغته تيباغتك ضيف، يعني ماشي عاد غتذبح الدجاج عاد غدير العشاء، كانوا كيديروا غير مسمن، يدهنوا بالعسل ويحطوا يعني ما يديروا. هذه هي علم الاجتماع، هذه اشياء جيده في المجتمع المغربي، ولكن في اشياء قويه وكثيره، وكان ماده متكامله، يعني دقيق كامل، حبوب 3 أنواع 4 أنواع، كانت يعني هذا يخمر بخميرة تقليدية لمدة 8 ساعات، يعني 6 7 8 حسب يعني درجة الحرارة. كان الخبز يضاف إليه السانوج، هذه الحبة السوداء، وهذا السانوج إذا لم يضاف إلى الخبز لم يكن الإنسان يقدر على استهلاكه لأنه قوي. والقدر المرأة كانت تعرف بدون أن تسأل، وهناك الآن من بدأ يحذر الناس من السانوج والحبة السوداء، يعني هذه الفلسفة. كانت المرأة تأخذ بأصابعها، تأخذ سانوج ثم تضعه في العجين بدون أن تسأل كم ولماذا ومسموم إلى آخره. ثم كانت تضيف حبة حلاوة نافعة يانسون وشمرة، كان يضاف إلى الخبز. انظروا الخبز كيف كان، يعني هذا سانوج حبة سوداء ويانسون وشمرة ودقيق كامل بنخالة، ثم يخلط 3 أنواع من الحبوب، ثم يضاف إليه أعشاب في كثير من الأحيان، صعتر وبعض الخضر الورقية، بعض الأشياء التي كانت كذلك تضاف للخبز. يعني كان مادة متكاملة، مادة قوية. فيعني لما لاحظنا أن في البوادي المغربية ليس هناك أنيميا، قليلة في الوقت الذي أجرينا البحث، طبعا ليس الآن هناك أنيميا. في الثمانينيات لم تكن أنيميا بكثرة في البوادي، والبوادي لا يستهلكون شيء كثير، يستهلكون خبز. ولذلك فالأطروحة يعني الثالثة كانت حول الأملاح المعدنية، حول الأنيميا. فيعني لما
كانت التجارب على الفئران، وكان يعني طبعا هناك يعني هذا التحليل الكيماوي لحمض الفيتيك والحديد والكالسيوم والفوسفور، اشياء كثيره. فيعني هذا اللي اكتشفنا في الاخير، اكتشفنا ان البكتيريا اللبنيه تحلل حمض الفيتيك وتحرر الاملاح المعدنيه، فيكون الخبز ماده متكامله، ماده غذائيه كامله لا ينقصها اي شيء، ولذلك لم تدخل الانيميا في الارياف وفي البوادي، وكانوا يعيشون على الخبز. فهذه الخميره التقليديه هي تحتوي على مجموعتين من الجراثيم، المجموعه الاولى البكتيريا اللبنيه، المجموعه الثانيه الخمائر، اللاكتيك اسيد بكتيريا والياست. فالبكتيريا اللبنيه على 3 مجموعات، وهي مئات الانواع يعني وليس نوع واحد، فيها اللوكونوستوك وفيها اللاكتوباسيلس وفيها البيديوكوكساي، فيها 3 مجموعات من البكتيريا اللبنيه. والبيديوكوكساي الان هي البكتيريا اللبنيه التي يتم البحث عنها في جميع مراكز البحث العلمي. هذه البيديوكوكس اسيديلاكتيسي والبيديوكوكس بونتوساسيوس واللاكتوباسيلس، هذه البريفي الان من المواد الغذائيه، ليس تخمر اللحم ولا تخمر الحليب ولا تخمر الزيتون ولا تخمر الرز ولا الصويا ولا الكرنب ولا شيء، تخمر الخبز، وأقوى تخمر وهو معقد جدا. لماذا؟ لأنه ثنائي في البكتيريا اللبنية التي تنتج حمض اللاكتيك تحمض الخبز، وتنتج مركبات أخرى مثل البكتيريوسينات ومثل كذلك البيبتيدات ومثل كثير من الأشياء. هذه الخميرة التقليدية يعني فيها لغز وفيها أسرار هذه الخميرة التقليدية. لكن لما شخصنا الخمائر لم نجد ساكارومايسيس سيرفيسي التي تستعمل الآن في الخبز الحديث، لم نجد ساكارومايسيس، وأول مرة أتكلم عن هذه الحقيقة. في المختبر في التسعينيات لم نعثر على ساكارومايسيس، وكذلك الأمريكيين في كاليفورنيا لم يجدوا ساكارومايسيس. كانت كانديدا ميلوري، وكانت كانديدا دايستاتيكوس، وكانت كانديدا إنيزوديتوس، 3 أنواع من الكانديدا ثم أنواع أخرى طبعا. وفي المرتبة الرابعة ساكارومايسيس، لأنها تقوم بدور يعني قليل وبسيط في تخمر الخبز. يعني كان الكانديدا ميلوري هي قوية في تخمر الخبز. كاين الإيتيليز، كاين عليه، هي الأنواع، هي البروبايوتيك. البكتيريا اللبنية هي البروبايوتيك، هي البكتيريا التي تحيي الميكروبيوتا داخل القولون. البروبايوتيك هو كل شيء في الجسم، محرك الجسم، ليس هو القلب، ليست هي المعدة، ليست هي الكبد. محرك الجسم هو القولون، هي البروبايوتيك. البروبايوتيك هي التي توزع الأشياء في الجسم، تغذي الكبد وطحال البنكرياس، وهي التي تعطي سيلينيوم العضوي للغدة الدرقية، وهي التي توزع الكثير من الأشياء. هذه البروبايوتيك. ومن العوامل القوية التي يعني تقوي البروبايوتيك في القولون هي الخميرة التقليدية، الخبز المخمر الحامض المخمر بالخميرة التقليدية الذي لا يقدر عليه